هذا رجل يقول أنا بنيت بيتي، ويوم انتهى البيت وخلص فرشته وأثثته، يقولوا جيت أسكن أنا وأولادي فيه. يقول سكنت اليوم الأول، اليوم الثاني أشوف سيارة الجارنا عند الباب، اليوم الثالث إلا الله يعافينا وياكم دورية النجدة مطلع الجار ومكلبشته ورايحة فيه من بيته. والله لا أعرفه ولا يعرفني، وأحزنني هذا الأمر، الجدار في الجدار. فيقول جماعة المسجد واللي أصلي معاهم جزاهم الله خير سووا عزيمة لي مشتركة، وجاء السواليف وهذا، ومسكت واحد من الجيران وقلت له جارنا اللي جاري هذا وضعه هذا عسى ما عشر. قال والله الرجل هذا كافل له واحد في موضوع، لكنه مو موضوع مالي، وذاك الكفيل ما يدرون وينه، المكفول ما يدرون وينه، فجابوا هذا قالوا يا تحضره يا نسجنك، فعلى هالأساس أخذوه. ما حد دخلت أنا في التفاصيل، جيت للبيت وأرسلت زوجتي تسير على جارتها تطمني عليهم، راحت وقعدت عندها 3-4 ساعات. قالت والله المرأة مثل ما قالوا لك الجيران، والمرأة مستورة وعندها بنات 3 و4 وعندها ولدين وظروفهم عادية يعني. ما قال قولي لها ترى أبوكم حي أو أبوكم موجود، يعني أستغفر الله. البنات والعيال يقول خلاص ارتبطنا وياهم ارتباط وثيق، صرت أنا أودي البنيات المدرسة مع بناتي والعيال سواقي يوديهم. وطبعا القصة هذه جاتني عن طريق الأهل، فأنا رحت اتصلت عليه وحلفته، قلت والله لا يطلع اسمك ولا أي معلومات عنك، بس أبغى أخذ مصدرها الصحيح، فعلمني إياها. فيقول لي يا أخوي صرت أبدا مقاضينا وحدة، عيشتنا وحدة، كل شيء يصرف على بيتي يصرف عليهم. يا سلام. والله لا أعرف الرجل ولا عمري قابلته إلا يوم طلعوه ذاك اليوم.